تخيلوا معايا بنت عندها 16 عام غادي تعيش الجحيم من بعد ما دخلوا الجسد ديالها 6 ديال الجنون، غادي تتعذب وتموت في نهاية المطاف بشكل مأساوي. صافي تخيلتوها؟ ايوا هذه راه ماشي قصة خيالية، هذه قصة حقيقية موثقة صوتا وصورة. اليوم غادي نعاود لكم القصة ديال اناليس ميشيل، البنت اللي سكنوا الجسد ديالها اكثر من 6 ديال الجنون. فقبل ما نبداو الحلقة ديالنا، اللايك ديالكم هي اللي كتخليني نحط لكم اكثر، فما تنسوهاش. ولا كنتوا اول مرة غتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، واهم حاجة انكم تفعلوا الجرس باش انفو نحط اي حلقة جديدة تشوفوها نتوما الاولين. ودابا يلا نبداو. القصة كتبدا في عام 1952 في ألمانيا، وبالضبط في مقاطعة بافاريا. تما غادي تولد واحد البنت اللي هي اناليس ميشيل داخل واحد العائلة كاثوليكية متدينة متكونة من 6 ديال الأفراد. عاشت اناليس حياتها نورمال، وكانت واحد الإنسانة اللي مجتهدة وظريفة ومفعمة بالطاقة والحيوية. ولكن كلشي غادي يبدا فاش غادي يولي عندها 16 عام، حيت غادي يبداو يبانوا على الجسد ديالها أعراض غريبة بحال الارتجاف الشديد وعدم السيطرة على أجزاء من الجسد ديالها. والديها فاش غادي يشوفوا بنتهم في هذه الحالة المتدهورة غادي ياخذوها للمستشفى باش تعالج، ولكن حالتها زادت تدهورات كثر وكثر، بحيث أنها ولات كتقول لهم باللي ولات كتشوف أطياف غريبة، وهاد الأطياف أو الأشباح كيبقاو يراقبوها. وكانت أيضا كتسمع أصوات وصرخات مرعبة داخل الرأس ديالها. هاد الأصوات كانت كتقول لها بلي غادي تحترق في الجحيم. هادشي اللي خلى والديها ياخذوها من المستشفى لعند طبيب نفساني. المهم مشات اناليس عند الطبيب وعاودت له على البلان ديالها، وانها كتسمع اصوات غريبه كتامرها بالقيام بامور سيئه، وان الجسد ديالها ما ولاش ملك ليها، وانما استحوذت عليه هاد الارواح الشريره. ولكن الطبيب فسر الكلام ديالها على انه مجرد اوهام وهلاوس. مع الوقت تزاد ظهورات الحاله ديال اناليس ولات اكثر سوء، والطبيب النفسي ما كانش كيقدم لها بزاف ديال الدعم، وما كانش كتحس بالتحسن الكافي معاه. فهنا غادي تفقد اناليس والعائله ديالها الثقه في العلاج الطبي، وغادي يلتجئوا لاخر حل عندهم، واللي هو جلسات طرد الارواح في الكنيسه. ببساطه هاد الجلسات كاين عند المسيحيين، بحيث انه اي واحد فيه الجن او مس شيطاني كيمشي للكنيسه وكيتكلف القسيس بانه يدير ليه هاد الحصص ويطرد دوك الارواح الشريره اللي في الجسد ديالو. بحال نحن تقريبا في الاسلام عندنا الفقهاء اللي كيصارعوا الجنون. المشكله ان حتى الكنيسه ما قبلاش دير الاناليس هاد الجلسات ديال استخراج الارواح، لانه ببساطه الكنيسه عندها معايير محدده. من بين هاد الشروط ان داك الانسان اللي كيديروا ليه الجلسات خاص يكون كيكرهوا الرموز الدينيه بحال الانجيل او الصليب، او انه يكون كيدير شي امور خارقه للطبيعه بحال انه كيهز شي اثقال اللي ما يقدرش الجسم ديالو يحملها، او انه كيحرق راسه بدون ما يحس بالالم. المهم بحكم انه حتى الكنيسه ما قبلاتهاش، بقات اناليس في الدار تحت رعايه والديها اللي ما بقوش عارفين كيفاش يتعاملوا معاها. وهذا الشيء اللي خلى حالتها تزيد تصعب. نهار على نهار ولات كتسب وكتشتم في افراد العائله ديالها، وكتعض اي واحد كيحاول يقرب ليها. زيد عليها ما بقاتش كتاكل، وهبط الوزن ديالها 40 كيلو، ولات كتمزق الملابس ديالها وكتنعس على الارض. زيد عليها ولات كتجيها حالات هستيريه، بحيث انها كتبقى تغوت لساعات طويله. وماشي غير هذا الشيء، بل ايضا ولات كتاكل الحشرات بحال الذباب والعناكب. الكنيسه من بعد ما شافوها وصلت لهذه الحاله الخطيره، قرروا انهم يديروا لها جلسات استخراج الجن وطرد الارواح الشريره. وبالفعل في عامين اللي موراها من 1975 حتى 1976 كامله كانوا كيديروا فيها كل سيمانه 2 ديال الحصص او جلسات الاناليس. في وحده من دوك الجلسات غادي يهضر واحد من الجن اللي كانوا ساكنينها، فغادي يهضر مع حتى القسيس وغيسولو شكون انت وعلاش دخلتي في الجسم ديال هاد البنت. غادي يضحك الجني وغادي يقول ليه شكون انت، ها قول شكون حنا ماشي شكون انت. هنا غادي يفهم القسيس ان اناليس مسكونه بكثر من جني، وغادي يعرف من الهضره ديالو انهم 6 ديال الجنون اللي كيتصارعوا على الجسد ديالها. كاينه الروح ديال لوسيفير وهتلر وغابيل ويهودا ونيرون وفيلشيمان. وكما قلت هاد الارواح كانوا كيدابزوا فيما بيناتهم على شكون غادي يستحوذ على الجسم ديالها.
كانت أناليس كتحس بالراحة من بعد كل حصة أو جلسة، ولكن مع الأسف ما قدرتش تشافى بشكل تام، وكانت باقة كتعاني من نفس المشاكل، وباقة كتجي هذيك الحالة الهستيرية اللي كتسبب لها واحد الشلل مؤقت وفقدان للوعي. هاد الجلسات كانوا كيحضر فيهم الأب ديالها ومجموعة من القساوسة على راسهم القسيس أستور أرنيست، وفي بعض المرات كانوا كيحضروا حتى بعض المصلحين اللي كيصليو عليها وكيدعوا معها بالرحمة والشفاء. وزيدكم كاع هاد الجلسات واللي العدد ديالها 40 جلسة كاينه في يوتيوب مسجله صوتا وصوره، نخليكم تسمعوا لشي جزئيه منها. آخر جلسة دارت لها كانت في 1 يوليوز من عام 1976. كانت أناليس في هذيك الفترة وصلت للمراحل الأخيرة، الجسم ديالها ولا رقيق بزاف وكتوزن قل من 38 كيلو وما بقاتش قادرة تزيد تحمل كتر. زيد عليها داك النهار بالضبط غادي يلقاو عندها التهاب رئوي، والسخانه غتكون طالعه عندها بزاف، ولات البشره ديالها شاحبه بحال راها كتحتضر، وداك الشيء بسبب انها ما بقاتش كتبغي تنعس او تاكل، يعني حرفيا كانت كتموت عرق بعرق. وقالت وهي كتعذب أتوسل من أجل المغفرة. وشافت أناليس في الأم ديالها وقالت آخر جملة ليها، قالت ليها ماما أنا خايفة، وكانت هذه هي آخر جملة، بحيث أنهم في ديك الليلة غادي تفارق الحياة. من بعد البوليس غادي يشدوا الاب والام ديالها ودوك القساوسه بتهمه الاهمال المؤدي للموت، لانه فعلا الاهمال والجهل كان هو السبب في الوفاه ديالها، لانه لو تشدت في المستشفى كانوا غيبزوا عليها تاكل وتشرب وغيعطوها ادويه ديال الفصام والصرع ومكملات غذائيه ومهدئات باش تقدر تنعس وتحسن الوضعيه ديالها. ولكن والديها اختاروا انهم يعتمدوا على العلاج الديني الروحاني، واللي كان سبب في ان العذاب ديالها يكبر ويكبر حتى يؤدي بها في نهاية المطاف للوفاة. في المحاكمة ديالهم قالت اخت أناليس بلي أناليس بنفسها ما كانش كتبغي تجلس في المستشفى، والقساوسة عطاو الشرطة التسجيلات اللي كاتبين انها هي اللي كانت كترفض بشكل تام الاكل، هذا الشيء كله باش يسقطوا عليهم التهمة ويتم التبرئة ديالهم. لكن بالرغم من كل هذا المحكمة شافت أن كلهم مذنبين في وفاتها، هادشي علاش حكمت عليهم المحكمة ب6 ديال الأشهر حبسا نافذة. إيوا هذه كانت هي القصة ديال أناليس ميشيل، قصة محزنة ومع الأسف النهاية ديالها مأساوية لأبعد الحدود. قولوا لي في الكومنتات واش كيعجبكم هاد النوع ديال الفيديوهات، واش نبقى ندير بحالهم، ولا عندكم شي افكار اقترحوهم عليا في التعاليق، غادي تعاونوني باش نرجع ننزل لكم اكثر واكثر، وان شاء الله في المدة اللي جايه غنولي ننزل لكم بزاف. نشوفكم في الفيديو الجاي وباي باي.